السلام عليكم. يلا نعمل حوش العجين في البيت بمقادير مظبوطة على الشعرة. عجينة ناجحة 100% من أول مرة. عندي 400 ملي من المية الدافية، حطيت عليهم معلقتين كبار من الخميرة ومعلقتين من السكر، وقلبتهم كويس قوي لحد ما الخميرة اختفت من على الوش كده. هركنهم على جنب واجهز المكونات الجافة: 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من الملح. هقلبهم كويس كده مع بعض. كانت الخميرة بتاعتي اشتغلت وبقت بالشكل الخطير ده. هحطها بقى على الدقيق ومش هحتاج اي سوائل تانية. هقلب بقى بالمعلقه الاول كده الم العجينه، وبعد كده هبدا ان انا اعجن بايدي. وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات بتاعتي كلها اللي فيها عجين نجاح اي عجينه هو العجن فيها، المخبوزات والمعجنات خصوصا. هلم العجينه كده كويس، وبعد كده هنزلها على الرخامه وهفضل ادعك فيها وافرد فيها يمين وشمال كده لحد ما احس انها بتلزق، بس ما بتلزقش لا في الرخامه ولا في ايدي، بالشكل ده كده. هحطها بقى في الطبق وهحط عليها معلقتين من الزيت، اي نوع زيت عندك، واغطيها واسيبها على جنب لحد ما تخمر. والجو حر اصلا فهي مش هتحتاج مكان دافي، هي الحرارة اصلا بتاع المكان هي هتخمرها. هجهز بقى اللحمه بتاعتي. عندي بصلايه وسط، حطيتها في الكب على طول. لو بتحبيه حراق هتحطي فلفل حامي وطماطمايه وفلفلايه رومي. هضرب كل ده مع بعضه كده، ولو مفيش فلفل رومي تقدر تستخدمي اي فلفل الوان عندك. هصفي الخليط ده كويس، مش عايزين فيها اي سوائل عشان ما تخليش العجينه بتاعتي طريه وتنزل سوائل. هبشر حته من اللي هي كده، والخطوه دي اختياري، بس اللي هي بتديها طعم الضاني قوي بتبقى جميله. التوابل عباره عن ملح وفلفل وبهارات لحمه او بهارات حواوشي لو عندك، وتفضلي تعجني في اللحمه لحد ما تظبط معاكي. العجينه بقت جاهزه، خمرت كويس قوي زي ما انتم شايفين، هايشه قوي وكلها فقاعات. هعملها رول كده، والكميه دي هتعمل لي 4 حواوشي كبار، فهقطع العجينه بتاعتي 8 قطع عشان هنحتاج طبقه فوق وطبقه تحت. هبدأ ان انا اقرصهم كده واعملهم دواير وارصهم على صينيه عشان اسيبهم تاني يرتاحوا. وحاولي في التقطيع ان كلهم يبقوا بحجم متساوي علشان كل اتنين هيبقوا مع بعض. هغطيها واسيبها ترتاح 10 دقايق لربع ساعة، علشان تتفرد معايا بسهولة. هاخد بقى كل اتنين كده افردهم بشكل دائري او شكل، مش هتعمل تاني غير شكل دائري. هفرد كل اتنين كده يكونوا حجمهم قد بعض، واحط عليها بقى اللحمة بتاعتي في النص، واسيب فراغ كده من الاطراف علشان هقفل من عليه العجينة. احط الطبقة التانية فوقيها كده، وهبدأ ان انا اقفلها بالشكل ده. اخدها كده من بره لجوه من بره لجوه. لو مش عارفه تعملي كده ممكن تعمليه بالشوكه، تضغطي عليه على الاطراف كده بالشوكه علشان ما تفتحش معايا ولا تطلع سوائل من جواها وقت التسويه. حطيتها بقى على الصينيه وعملت فيها فتحات من الوش كده عشان تطلع البخار اللي جواها، وما يخليش فيها اي سوائل. ودخلتها على فرن حامي درجه حراره 180 او 200 لحد ما تاخد لون، وافتح عليها الشوايه. جهزت بقى الطحينه بتاعي، نص كوبايه من الطحينه، حطيت عليهم معلقتين من الخل وعصير نص ليمونه كبيره، وقلبهم. اول ما القوام يتقل كده في المرحله دي تقدري تحطي ميه دافيه لحد ما توصلي للقوام اللي عايزاه، او زبادي. انا حطيت كوبايه زبادي اللي هي 170 جرام، وقلبتها وحسيت القوام لسه تقيل زودت تاني. وحطيت فص من الثوم المهروس. زودت الميه لحد ما القوام بتاعها ظبط شويه، والتوابل بتاعتها ملح وفلفل وبس كده. وظبطي الطبق وحطي على الوش اي حاجه خضرا، نعناع او بقدونس او اي حاجه. كده بقى جاهزه معايا. الحواوشي استوى وطلع. اخد في الفرن حوالي نص ساعة. فتحت عليه الشواية دقيقة كده لحد ما اخد اللون. ريحته تجنن والطعم خطير. جربوا الطريقة دي، انا متأكدة جدا 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 انها تعجبكم. قطعيه بقى كده علشان يبرد، عشان بيبقى سخن جدا، ومع الطحينة بقى ومخلل. وبألف هنا علينا وعليكم. وبس خلاص.